سبب فشل الهجوم البري على غزة من ساعة ما حصلت عملية طوفان الأقصى، ولو ما تعرفش تفاصيلها ايه فتقدر تشوفها من الفيديو، هيظهر لك فوق على الشمال هنا او على اليمين. شوفه وتعالى كمل الفيديو ده. وزي ما كنت بقول لك دلوقتي، من ساعة ما بدأت عملية طوفان الأقصى وقوات الاحتلال ما وقفتش قصف في غزة لحد الوقت ده بدون رحمة، إذا كان قصف مستشفيات أو مدارس أو كنايس أو حتى مساجد. بمعنى أصح ما سابتش أي حاجة إلا لما خربت. بس كل اللي أنا بحكيه لك ده من غير تدخل جندي من قوات الاحتلال واحد في الارض. كل اللي كان بيحصل ده كان عباره عن طيارات بدون طيار او حتى طيارات بطيار، بس بدون تدخل اي قوات عسكريه على الارض نفسها. وخلال الكام يوم اللي فاتوا كانوا يقولوا لك ان احنا هنبدا الهجوم البري، ومره تانية يقولوا احنا اجلنا الهجوم البري بسبب معرفش بايدن قال لنا ايه، مش عارف ايه اللي بيحصل، لحد ما حصل فعلا يوم 28 اكتوبر بمجندين ودبابات حربيه. وطبعا قبل كل اللي انا بحكيه لك ده كانوا قاطعين النت، قاطعين كل الوسائل اللي ممكن انها تواصل بقطاع غزه بالعالم الخارجي، عشان طبعا العالم ما يعرفش وسختهم وايه اللي بيحصل جوه. بس اللي حصل فعلا، ودي اللي كانت المفاجاه واللي محدش توقعها. وطبعا يعني اللي بحكولك ده لازم ما يكونش غريب عليك، لان في رجاله فعلا بتدافع عن ارضها ومستعدين انهم يعملوا اي حاجه في سبيل تحرر بلادهم. طيب هو ايه اللي حصل فعلا هناك، او الموضوع مشي ازاي؟ انهم هيبداوا الهجوم البري بتاعهم من ناحيه قطاع 16 او ال 16 زي ما بيقولوا وبيت لايا. وطبعا انت عارف ايه اللي حصل بعد كده، او الباقي ايه اللي المفروض اصلا كان يحصل. وطبعا هم ولا تقدموا ولا حصل اي حاجه، لا بالعكس ده كمان اتعلم عليه. واعلنت كتائب القسام انها تصدت لتوغل بعض قوات الاحتلال للاراضي، وبعدها ترد حركه حماس وتاكد الكلام فعلا اللي طالع من كتائب القسام انهم فعلا تصدوا لتوغل بعض القوات على الاراضي قطاع غزه، وافشلوا دخولهم من خلال 3 محاور ووقوع افراد الاحتلال من قتلى واسرى مصابين. بس بعيد بقى عن كل ده، تعال اقول لك ايه اهم واشهر اسلحه استخدمتها فعلا المقاومه قصاد قوات الاحتلال، واللي طبعا جابتهم على الارض. اكدت المقاومه استخدامها لصواريخ كورنيت. ولو ما تعرفش ايه هي صواريخ كورنيت، فهي سلاح من صناعه روسيه، واللي يعتبر اكتر سلاح او اكتر نوع قذائف بيهدد الكيان الصهيوني. وهي من اهم المعدات اللي ساعدت فعلا في تصدي قوات الاحتلال، واللي ساعدت في تدمير بعض الدبابات الحربيه اللي اصلا بتعتبر من اهم وابرز دبابات واكثرها حمايه في العالم كله. وهي بتمنح الصاروخ القدره على تسويب الصاروخ نحو الهدف، حتى يمكن استخدامه في منصه تثبت على الارض او باستخدام الكتف المباشر. صواريخ كورنيت اللي بتمتلكها المقاومه الفلسطينيه، واللي هي اساسا بتمتلك القدره على المناوره من خلال الالتفاف في حلقات دائريه، ويمكن استهدافه في تحديد الهدف حتى المرحله الاخيره. وقد اسهم استخدام المقاومه الفلسطينيه للكورنيت في الضغط على قوات الاحتلال اللي بترعب دورتها العسكريه طبعا على حدود غزه، لانه اساسا بيحقق اكبر قدر ممكن من الخسائر اللي ممكن تتوقعها في صفوف قواتها ومستوطنه. غير بقى طبعا السلاح التاني، وده طبعا الوحش الصغير بالنسبه لهم، وهي قذيفه ياسين، واللي طبعا اللي انت تخاف تقرب منه، واللي استخدمته المقاومه لاول مره في طوفان الاقصى. وهي قذيفه محليه الصنع مضاده للدروع، وهي اساسا من عيار ال 105 مللي، وانها ذات قدره تدمير عاليه. مش قلت لك بقى ان ده الصغير اللي تخاف منه؟ كان اول استخدام ليها كان لردع الدبابات اللي انا كنت لسه حكي لك عنها من نوع ميركافا، واللي ساعدت طبعا في تدمير عدد ما يجيش على بالك من دبابات ميركافا، بتعتبر اصلا من ابرز واهم الاسلحه في العالم بالنسبه لقوات الاحتلال. وزود بقى على كل العظمه اللي انا قلت لك دي انهم اسروا العقيد يائيل شلام. ولو ما تعرفش مين هو يائيل شلام، ده من اكتر الاشخاص اللي كان بيدعم الهجوم البري، ويكفي بس اللي انا اقول لك الجمله دي عليه، انت عارف الباقي. وطبعا كان بيدعم قوات الاحتلال، وكان بيقول لهم انهم ما يقدموش اي رحمه لاي حد يظهر قدامهم. وهو طبعا كان قائد الهجوم اللي حصل على مخيم بريك اللي هو موجود في قطاع غزه، واللي هو طبعا بالنسبه لك شكلك وحش. غير طبعا ان مروحيات اباتشي كانت بتحاول انها اجلاء بعض الجنود المصابين، غير طبعا اللي كانوا بيهربوا من اللي كان بيحصل، غير طبعا ان حماس فاجئتهم وقتلت عده عناصر منهم، غير طبعا تصريح جنرال الاسرائيلي لا نعلم من نقاتل ومن اين يخرجون لنا، اللي هو احنا مش عارفين احنا بنحارب عفاريت ولا بنحارب ايه بالظبط. ده طبعا لان اهم سلاح بتستخدمه المقاومه هي الانفاق، وهو طبعا اللي مصعب الدنيا على قوات الاحتلال، ويا رب دايما تبقى صعب عليهم. واللي في ناس كتير بتعتبر ان الانفاق دي على طول قطاع غزه كله، وده اللي مخليهم شغالين لغايه دلوقتي قصف، وعلى حسب كلامهم انه بيستخدموا الصواريخ اللي بتدمر الانفاق. غير طبعا استخدامهم للفوسفور الابيض، وده لوحده محتاج حلقه تانية اللي احنا نتكلم عليه فيها. وطبعا بعد افشال عملياتهم وانهم طبعا ما نجحوش في الهجوم البري، يرجعوا بطريقه اوسخ من الاولى في الهجوم بالصواريخ وبالطيارات بدون طيار. اعلنت وزاره الصحه في قطاع غزه يوم الاحد ارتفاع عدد الشهداء ل 8000 شهيد. وقال المتحدث باسم وزاره الصحه الفلسطينيه
استاذ اشرف في بيان صحفي ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 56 مجزره في الساعات الماضيه استخدم فيها المناطق النازحين فيها، مما اسفر طبعا عن استشهاد 302 شخص، واتهم طبعا قوات الاحتلال انهم قاصدين انهم يصفوا عائلات كامله. الاسفر طبعا عن وجود 881 عيله، واتهم المتحدث الرسمي بوزاره الصحه الفلسطينيه الاحتلال الاسرائيلي تعمدهم في استهداف الاطقم الطبيه مع استشهاد 116 من الكوادر الطبيه وتدمير 25 سياره اسعاف واستهداف 57 مؤسسه صحيه، وتخطي عدد المصابين لحد وقت تصوير الحلقه دي ل 20,000 شخص. دم الناس دي مش هيروح حضر، وهتعرفوا ان كلامي صح، وربنا هينصرهم الناس دي لان دايما ربنا كان معاهم ويا عالم بكره مخبيه. وطبعا اللي كلنا مستنيينه ان احنا نشوف الجمله اللي هتبقى متذاعه في العالم كله: تم تحرير فلسطين. ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو وسبسكرايب القناه، وكتب لي تحت في الكومنتات ايه رايك في موضوع حلقه النهارده، وعايز جزء تاني ليه ولا لا، واستناني في فيديو جديد بموضوع جديد. اشوفك على خير.